تغيير يومين على انطلاق مشوار المنتخب المغربي في نهائيات كأس العالم، كيوجد أسود الأطلس مواجهة من العيار الثقيل أمام المنتخب البرازيلي، مباراة كتجمع جوج مدارس كروية كبيرة وكتخلينا نرجعوا بالذاكرة اللور. آخر مواجهة بين المنتخبين في المونديال بعد 28 سنة من آخر مواجهة بينهم في كأس العالم. دي ذكريات جيل مصطفى حجي. يعود المنتخب المغربي لاصطدم بالعملاق البرازيلي في موعد كروي ينتظره عشاق الساحرة المستديرة، مواجهة تعيد إلى الأذهان ذكريات مونديال فرنسا 1998. فازت البرازيل بثلاثية نظيفة على أسود الأطلس في دور المجموعات، ولكن بزاف ديال الحوايج اللي تبدلوا من داك الجيل لهذا الجيل اللي كنعيشوا فيه حنا دابا. المغرب ما بقاش كيبحث على اثبات الذات، بل اصبح قوه كرويه عالميه بعد انجاز تاريخي في مونديال 2022 في قطر، بحيث وصل للربع النهائي في المونديال، فيما كتدخل البرازيل للمنافسه بطموح استعداد امجادها العالمي. واليوم بعد مرور 28 سنه كيعود المنتخب المغربي يتقابل من جديد مع السامبا البرازيلية على أكبر المسارح الكروية في العالم بجيل جديد من أسود الأطلس بقيادة أشرف حكيمي. فهل تتغير النتيجة هذه المرة وتكون لصالح المنتخب المغربي؟